أن الدعاء لكي يستجاب لابد أن يكون قلبك حاضرا أثناء الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ، فيجب أن لا تسرح أثناء الدعاء. وأما إذا كنت تعرف معاني هذا الدعاء فثوابك سيكون أعظم. فما هي معاني هذا الدعاء؟ اسأل نفسك: ما الفرق بين الهم والحزن والعجز والكسل وبقية ألفاظ الدعاء؟ هناك فرق بين الهم والحزن. الهم يكون عندما تقلق من شيء قد يحدث في المستقبل، وأما الحزن فيكون عندما تتألم نفسيا على شيء حدث بالماضي. فإذا استعذت من كل حزن حدث بالماضي وكل هم سيحدث بالمستقبل فقد انتهى كل ما يزعجك نفسيا. ماذا بقي؟ بقيت الأمور التي قد تزعجك جسديا. طيب انظر ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر الأمور الجسدية فقال: وأعوذ بك من العجز والكسل. ما الفرق بين العجز والكسل؟ العجز أن تريد الخير لكنك لا تستطيع، عجز، ما عندك قوة، ما عندك قدرة. أما الكسل فتستطيع أن تفعل الخير، عندك القدرة، عندك القوة، لكنك تحس أنه ثقيل عليك، عزيمتك لا تعينك على فعله. مثلا أنت تستطيع أن تدرس لكن ليست لك نفس، تستطيع أن تستيقظ لصلاة الفجر لكن تحس كسل. فإذا استعذت من العجز والكسل فقد انتهينا من الأمور الجسدية. الفقرة السابقة انتهينا الأمور النفسية، الآن الجسدية. فعلا دعاء جامع. ماذا بقي؟ بقيت الأمور المالية. فقال عليه الصلاة والسلام في الدعاء تكملة: قال: وأعوذ بك من البخل والجبن. ما الفرق بينهما؟ الجبن أن الإنسان يستطيع كسب المال الحلال والوصول إلى كل خير لكنه لا يفعل لخوفه، عدم شجاعته. جبن، يخاف المغامرة بالتجارة، يخاف مسؤولية الحياة الزوجية وغيرها. فالجبن يمنعك من الوصول إلى الخير. أما البخل العكس، الخير موجود عنده لكنه لا يستفيد منه، عنده مال يمتنع عن إنفاقه إلى أن يموت، بخل. فإذا استعذت من البخل والجبن نجوت منهما. ما شاء الله، يعني هذا الدعاء جمع كل شيء. ماذا بقي؟ الآن انتهينا مما يؤذيك من الأمور النفسية والجسدية والمالية عموما. بقيت المشكلة الأساسية وهي الالتزامات التي عليك. إذن ماذا أقول في هذه الفقرة الأخيرة؟ انظر كيف ختمها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. ضلع الدين يعني شدة الدين، ثقل الدين. ما الفرق بين ضلع الدين وغلبة الرجال؟ ضلع الدين أو شدة الدين أن يكون عليك التزام مالي لكنه بحق، لا يوجد فيه ظلم عليك. هذا الدين أنت استدنته بإرادتك، أنت أخذت هذا الدين بنفسك ويجب أن تدفع الآن. أما غلبة الرجال فهو التزام عليك أيضا لكن الفرق أنه بظلم، غلبوك عليه قهرا. فإذا استعذت منهما فبذلك تكون حميت نفسك من كل أنواع الديون. فعلا هذا الدعاء جمع لك الحماية من كل ضرر.